فرقه قررت ما تخشش كاس العالم عشان لعبتها مش هيلعبوا حافين. كتاب اغرب الحكايات في تاريخ المونديال اللي كتبه لوسيانو بيرنيكي. الكتاب ده فيه اكتر من 400 حادثه غريبه حصلت في كل بطولات العالم من اول 1930 لحد دلوقتي البرازيل 1950. البطوله دي تقريبا كده كانت منحوسه، 3 فرق انسحبوا منها، والفرقه الرابعه اللي دخلت احتياطي برضه انسحبت. اسكتلندا اللي قالت لك انا مش هلعب. طب ليه؟ ما هو كده، انا مش هلعب. البرتغال اللي انسحبت لاسباب فنيه بس كده، لحد كده عادي. الغريبه بقى انه بلد زي الهند قررت انها تنسحب. ليه؟ قال لك اصل الفيفا بيشترط على اللعيبه انها تلعب بزي واحد، تيشيرتات، شورتات، شرابات وجزم. ايوه يعني انت عايز تعمل ايه يعني؟ ايه اللي مزعلك حاجه زي كده؟ قال لك لا يا حبيبي، احنا لعيبتنا متعوده تلعب حافي. مش فاكرين سنه 48 في اولمبياد لندن لما جزء من اللعيبه بتوعنا نزلوا حافيين ولعبوا ومحدش قال لهم حاجه؟ هو احنا كده، يا نلعب حافيين يا مش جايين. طبعا الفيفا قعدوا مع بعض وقال لك احنا بقى لو وافقنا هيجي لنا بقى البطوله اللي جايه ناس تقول لك بقى انا مش هلعب بشورتات، واللي بعديها يقول لك مش هلعب شغلانه هي زيط، ما احنا مش طابونه اهي. الفيفا قالت لك لا، اللي مش عايز يجي يا باشا ما يجيش. وفعلا الهند انسحبت، ودورت ساعتها الفيفا على 3 فرق تكمل الاربع مجاميع. بالمناسبه البطوله دي كانت اول بطوله الفيفا تقرر تقسمها بنظام المجموعات، كل مجموعه 4 فرق. المهم راحوا لفرنسا اللي كانت خسرت في التصفيات قدام يوغوسلافيا، قالوا لها هتيجي تشتركي؟ فرنسا وافقت. واول ما جدول البطوله نزل فرنسا اعترضت، قالت لك يعني انا جاي اعمل معاكم جميله وهلعب معاكم ماتشين في مدينتين بعيده عن بعض ب 4000 كيلو وبين الماتشين 3 ايام، ايه يا عم الفرهده دي؟ اعتذرت فرنسا وقالت لك انا كمان مش لاعب. ساعتها الفيفا قالت لك بقول لك ايه، كاس العالم ما بيقفش على حد يا عم، احنا هنلعب يعني هنلعب. واتلعبت فعلا البطوله دي في مجموعتين ناقصين، المجموعه الاولى ناقصه فرقه والمجموعه الرابعه ما فيهاش غير بوليفيا والاوروجواي.